السلام عليكم. مصطفى العروري اللي قرر يرفع واحد التحدي كبير بزاف، وهو ان يعني قررت نقطع بين الضفتين الاسبانيه والمغربيه، يعني بالضبط ما بين طريفه والقصر الصغير. وهذا واحد التحدي مني، يعني واحد التحدي كبير، خصوصا من انني شخص ذوي الاحتياجات الخاصه. وقررت ارفع هذا التحدي باش يعني نبين فيه بانه تقريبا لا توجد اعاقه مع اراده. يعني فاذا كانت اراده كبيره وكان واحد العزيمه، يعني ما كتبقاش اعاقه. وكما قلت لك، يعني هذا واحد التحدي بتهديد جميع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، ويعني وجميع الاشخاص عامه، باش نبين لهم فيه بانه ما كاين حتى فرق بين الانسان السوي او الانسان ذوي الاحتياجات الخاصه، بل ان ربما يعني في معظم الاحيان كيفوق الانسان، الانسان الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني كيتحداو ولا كيفوتوا كثير الاشخاص الاسوياء. يعني كما قلت لك بان الفكره ديالي هو انني غنقطع المسافه اللي كتربط ما بين طريفه والقصر الصغير، يعني سباحه، اللي كتتعدى المسافه ديالها يعني تقريبا اكثر من 14 كيلومتر. وتقريبا هذا كما قلت هو اكبر تحدي ممكن نقدموه لجميع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصه، وباش نبينوا فيه بانه كما قلت لك في الاول لا توجد اعاقه مع اراده. يعني التحدي هذا ولا هذه الفكره هذه يعني ما خصهاش تمر مرور الكرام، وخصها يتقى الحجم ديالها الحقيقي، لانها فكره كبيره وكبيره بزاف. وهذه خص واحد الدعم معنوي من جميع الاطراف المعنيه، يعني لا الناس ديال دار الشباب، يعني الناس ديال اللامارين، يعني كل من له يعني اليد باش ينجح هذا المشروع هذا، يعني خصو يقدم هذه اليد. وباش نكونوا كاملين يعني كنقدموا واحد الهديه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، وهي ان مثلا نرفعوا لهم داك التهميش، و نغيروا من النظره ديالهم، النظره ديال الناس ليهم، يعني تكون نظره ايجابيه ونظره معبره ونظره تتبين على ان الشخص المعاق ولا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه انهم تيعطيو كينتجوا تا هما راه رياضيين، تا هما ممكن يعطيو لبلادهم الشيء الكثير. ويعني كنتمنى يعني بفضل الدعوات ديالكم والدعم ديالكم يعني تنجح هذه الفكره، وكل واحد يعني قاد يساهم بهذا المشروع، لا من قريب ولا من بعيد، راه حنا مستعدين. يعني هذا المشروع هذا من اجل الجميع، من اجل الاشخاص ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه، من اجل المغاربه، من اجل المراكشيين، من اجل الجميع. يعني كنتمنى النجاح وكنتمنى التوفيق ان شاء الله.